السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البنات اليوم بغيت نشارك معكم هاد الجينواز وهاد الكريمة ديال السيترون الحامض، تيجي خطيرة، تجي رائعة وبنينة بزاف. وهذا وقته، استغلوا الوقيته ديالو، موجود دابا، تجي أكثر من رائعة. هاد الحليوة تجي غزاله بجينواز، مكونات بسيطه موجوده في كل بيت، تفرحوا بها وليداتكم، وتجي بنينه البنات بزاف اكثر من رائعه. شاهدوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير وسر النجاح ديال هاد الجينواز. شهيه طيبه وفرجه ممتعه. المقادير على بركه الله. نحتاج هنايا 4 ديال البيضات، فانيا وحده، قبصه الملح، هنا 125 غرام ديال السكر و125 غرام ديال الطحين. قد السر ديال النجاح ديال الجينواز نديرو الماء سخون طايب باش تطلع لينا جينواز زوينه وخفيفه، ومع الحال دابا بارد، وبالاخص ديروها الطريقه الا كان الحال بارد. كان الحال سخون ماشي مشكل. هنا درت واحد الكسكاس باش نفرق ما بين الاناء والاناء. هنا درت هاد البول اناء باش واخا بعيد توصلوا سخونيه. بغينا حنا الغرض ديال هاد البخار السخونيه باش يسخن لينا البيض وما تكونش قريبه ليه باش ما يطيبش لنا البيض. هنا على بركه الله نزيدوا قبيصه الملح من درنا البيض، ونبقاو نضربوا البيض ديالنا ونضيفوا السكر، نضيفوه شويه بشويه. وديجا هنايا راني وجدت الطاوه ديالي، الطاوه ديال الفران ديال الضو، ودهنت، درت بابي كويسون ورق الطهي وهكاك، ودهنته بالزبده مخافه لما يكونش النوعيه جيده ويخسر ليا ويلصق ليا الجينواز. هنا نبداو على بركه الله، بسم الله. غنبقاو نضيفوا السكر شويه بشويه. غنستمروا هكا في التضرب حتى يولي القوام ابيض. غنزيد دابا هاد الفانيلا. صافي البنات، دابا يا صافي الكريمه ديالنا طلعت كما تتشوفوها. صافي الله يجعل البركه. نحيدو دابا الضراب الكهربائي. دابا نحاولوا نضيفوها الطحين دفعات، نغربلو واخا يكون عندكم مغربل، نحاول نضيفو على واحد 3 دفعات ولا 2 باش ما قدرتو ما نطيحوش سميتو، ما نطيحوش البيض، هي بشويه هكا بشي معلقه ولا بهاد سباتي ديال الحلوه من تحت لفوق، نحاولوا باش ما نطيحوش البيض ديالنا. المهم ايمن نخلطوا الطحين كما تتشوفوا. هي باش ما يغلبناش، بغيتي تضيفوه خطره راه ممكن، انا يغلبني تنضيفو على دفعات هكا 3 المرات باش في ساعه نتحكم فيه. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا آله وأصحابه أجمعين. ديما الصلاة على النبي البنات. نضيفو الدفعة الأخيرة. صافي كاس ديال الطحين. انا عبرت معكم، ما عطيتكم العبارات بالكاس العنبه ولا بالغرامات. 125 ديال الطحين مع 125 ديال السكر مع 4 البيضات مع فانيا. صافي دابا بركه باش ما نهبطوش الجينواز ديالنا اكثر. صافي من بعد بينا هذه نوزعوها بالتدريج على الكيك ديالنا كامل. هاد الجينواز البنات صدقوني ديما هي المعتمده عندي، تتجي اكثر من رائعه، بلا خماره بلا والو، لا مواد كيماويه. بغيتو تزيدوا خماره تجي شويه طالعه، هي الجينواز ما خصهاش تجي طالعه. هانتوما تنوزعها، نحاول نوزعها هكا باش تجيني واحد طبقه مسطحه مقاده، تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. هي غنضربها 1 2 ضربات وغتقاد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا الفران راه عندي مشعول، درجه الحراره نديرو على 180، غنشعلو لتحت والفوق في ساعه واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه. هنا قبل ما ندخلو الفران نضربو واحد 2 ضربات باش هاد الفقاعات يدخلوا ما يبقاوش لينا. نحاولوا نضربو 2 ضربات باش ما تهبطش لينا البيض عاوتاني. هنا الجينواز ديالنا هي وجدات البنات، هي ما شاء الله، مبغيتش نخليها تحمر بزاف. غنقلبها. هنايا ندير واحد بابي كويسون، غندير واحد شويه ديال السكر كلاصي باش ما تلصقش ليا. غنقلبها هنايا بهاد الطريقه هذه. نحاول نوزع السكر كلاصي في سميتو على الورق باش من نقلبها ما تلصقش. هو دهنتو بالسكر كلاصي. ونلويها البنات، بغيت نديرها على شكل رولي، نلويها نحطها سخونه. بسم الله. نزيرها مزيان ونخليها باش تشد هذا الشكل الرولي ديالها. خليها تتبرد هنا جانبا، ونوجد دابا الكريمه. هنا من بعد الجينواز غندوزو على بركه الله الكريمه، غنخدمها معكم مباشره. غنقول لكم شنو فيها. هنا 4 البيضات بسرعه. المقادير ديال الكريمه دير كلشي 4 البيضات الابيض واصفر. المهم عندي عده طرق للكريمه ديال السيترو، ولكن كل مره ان شاء الله ندير معكم وحده. هنا كاس ديال السكر، كاس ديال الحامض ولا كاس ما عمرش، المهم 2 حامضات ديال السيترون عصرتهم. هنا القشور ديالهم حكيت لهم القشور وعصرت لهم الحامض. هنا قبصه الملح، واحد المعلقه ديال الكريم باتيسير، واحد المعلقه ديال الزبده حيوانيه. هنا عندي زبده بلديه حتى الاخر غنضيفوها. غنديروا على بركه الله المكونات كلشي في خطره بسرعه. سيترون، هنايا القشور ديال الحامض مع قبيصه الملحه. هنا الحامض حكيت 2، ما تدخلوش تدخلوا البيض، حكوا هذاك الصفر الفوقاني، ما تدخلوش البيض لان تيعطي المروره. ديروا هاد القشره الفوقانيه باش تركز لينا النكهه ديال السيترون الحامض ليمون. المهم هنا لا عندكم الكريم باتيسير ديروه، ما عندكمش ديروه نشا. هنا من بعد ما ضفت كلشي نحركوا المكونات وهي بارده، ماشي نوضعوها على البوطه نحركوها باش النشا هذاك الكريم باتيسير يذوب لينا. راني وضعته على البوطه ونستمر في التحريك، ما نحبسش من التحريك نهائيا. هو على البوطه تيطيب وانا تنحرك، هو على البوطه وانا تنحرك باش يطيب لينا البيض وطيب لينا ديك النشا. الكريم باتيسير انا تنفضل البنات الكريم باتيسير على النشا، بحكم عنده واحد النكهه زوينه. ما توفرش عندكم نشا الذره صافي. ما باش ما يجيش فيديو طويل ما تعقد تقرر تعقد عاد نرجع معكم. صافي البنات هنا هي عقدت ليا صافي. ننزلها على النار صافي. هي عقدت وريحتها يا البنات يا سلام يا سلام يا سلام على الريحه. هنا مباشره من نفت عليها البوطه نضيف لها هاد المعلقه ديال الزبده الحيوانيه كما قلت لكم باش تعطيها واحد الملمس، واحد اللمسه، واحد اللمعان، واحد الرطوبه، واحد المذاق تزيدها مذاق خطير. تجي بنينه 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 بهاد الزبيده هذه. هي طفيت البوطه وجبتها هنايا نحركو وهنا غنصفيها. شي البنات نتوما ما لصقت ما والو، الكريمه من تتحركوها ما تتلصق ما والو وتجي خطيره وزوينه وبنينه والمذاق يا سلام. ندوز مباشره نصفيها بسم الله. علاش البنات؟ على ود ماشي على شي حاجه، على ود هاد القشور ما يبقاوش فيها فقط. بغيتو تخليو القشور خليوهم. البنات شنو حيدت منها هي هاد القشور ديال السيترون اللي تيركز لينا النكهه ديال الحامض، هما اللي تنصفيهم تنحيدهم. هذه هي الكريمه ديالنا البنات، جات كريميه ولونها الجميل الاصفر، لون الليمون الحامض. يا سلام يا البنات كي دايره وتشهي هكا مع خبيز وتدهنها وتاكلها. حضروا هاد الكريمه وخبوها عندكم في الثلاجه وديروا بها بزاف
بزاف الحويجات. دابا في الثلاجه تبرد وتماسك من الالد ما يكون. البنات بديت الكريمه، عاد فكرت خصني نصور. المهم حليت الجينواز اللي كانت مطويه هما تشوفوها. نحاولوا نوزعوها على الجينواز كامله هكا، نوصلوا شويه الجوانب باش ما تخرجش لينا بهذا الشكل هذا. نبقاو غادي نتقلبوا الجينواز ديالنا بهذا الشكل. نوصلوا للاخر ديال واللواء عاوتاني، نرجعوا للوعاء عاوتاني ديال الكاريط بهذا الشكل هذا. نعاودوا نلوها ونخلوها تشد راسها مزيان بالكريمه ديالها. ندخلوها دابا للثلاجه باش تشد راسها. نلوي عليها الفيلم اليمونتير، نلويها مزيان. صافي دابا ندخلها للثلاجه تشد راسها الكريمه مزيان ونرجع. من بعد هنايا ملي خرجتها من الثلاجه من بعد من بردات شدات راسها تماسكت والكريمه بردات، درت لها شويه هنا هكا للزين. لكم الاختيار ديروا شويه ديال السكر كلاصي وصافي. صافي تتحيدوا هذاك الراس بطبيعه الحال ما تيطرماش، هو ناكلوه وصافي تحالوا مازال ما شدتش راسها مزيان. صافي تنقطعوها بهذا القياس الحجم اللي بغيتو على حساب الكميه اللي بغيتو. نشارك معكم الداخل ديالها ما تشوفوا، نشارك معكم. كتجي رائعه، تجي اكثر من رائعه. جينواز كريميه جينواز بنينه بنينه بنينه. ها انتم بسم الله نذوق معكم. تجي البنات غزاله بنينه خفيفه بلا ما تسيقوها بلا حتى حاجه، تجي اكثر من رائعه. المهم البنات هذا هو الشكل بسم الله النهائي ديالها. انت تشوفوا الجينواز كي جات الشكل ديالها. الكريمه تجي كريميه اكثر من رائعه، والكريمه تبقى هانتوما ملي تبقى في الثلاجه تجي غزاله تستعملوها كما قلت لكم اكثر من شحال من حاجه. شتو مستعملات بغيتو تزيدوا الكريمه تزيدوها بحال هكا وتاكلوها بالصحه والراحه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. لا عجبكم ما تنسونيش باللايك وتبارطاجيو ليا القناه ما بين الاهل والحباب والصحاب باش تعم فائده. واللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي يشاركوا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.